ربما كانت العبارة الأكثر شهرة منذ انتشار داء الإرهاب أن الإرهاب لا دين له، وهي عبارة على رغم صحتها المطلقة إلا أن الإرهاب الجديد مع تنظيم داعش المجرم أضحت أوسع وأكبر، حيث أنه لم يكتف بالقتل والدمار فحسب، بل غاص في سراديب ومستنقعات الانحطاط على كل المستويات. فليس بعد الإرهاب ذنب حين يستهدف الآمنين في المساجد والثكنات والأسواق حتى وصل إلى أسفل قاع الدناءة، ليبدأ تصاعديا في استهداف الأقارب حتى وصل الأب والأم وقتلهم تحت راية الشيطان. الجديد اليوم ليس غريبا على من يعرف فكر هذا التنظيم ودعاته الواقفين على أبواب جهنم، فلكل شيء دورته، ودورة الإرهاب الداعشي وصل إلى جوار قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقتل الصائمين في مدينته المنورة، وروع زوار مسجده الذين جاءوا من كل فج في الدنيا آمنين مطمئنين. أما والحال هذه قد وصلت إلى ذروتها مع فلول الإجرام المنتحرين في كل مكان، فإن الله لا يخلف وعده بنصرة الحق وسوء المنقلب للظالمين، وستبقى المملكة العربية السعودية حربا على المارقين المجرمين، وواحة وأمنا لكل المسلمين، وإن رغم أنف الإرهاب العابر للحدود.